السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم. حلقة دور ال16 لاختيار أفضل لاعب في الموسم حتى الآن، من بداية الموسم لحد شهر فبراير. عشان ما أطولش عليكم كتير وعشان ما أرغيش كتير، فيلا بينا نبدأ كده على طول ونشوف القرعة وهنشوف مين هيواجه مين. وال16 لاعب 16 لاعب بالنسبة لي هم الأفضل لحد دلوقتي في الموسم، ولكن في الآخر ما تنساش إن ده مجرد رأي شخصي، فممكن تتفق أو تختلف معايا ونشوف مين هيواجه مين. فنلخبط الورق نشوف أول مواجهة. نشوف أول لاعب كده مع بعض هيبقى فيتينيا. فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان. أول ورقة كده سهرة. كده أول لاعب عندنا فيتينيا، هنشوف هيواجه مين. واللاعب التاني هو هاري كين. مواجهة قوية دي برضه يا جماعة. هاري كين هيواجه فيتينيا في أول مواجهة. طيب نشوف المواجهة التانية. القرعة بادئة صعبة جدا. اللاعب اللي بعد كده برونو فرنانديز. برونو فرنانديز برضه يعني مقدم أداء كويس مع مانشستر يونايتد طبعا، ولاعب من أهم اللعيبة في الفريق. نشوف هيلاعب مين. برونو فرنانديز هيلاعب ولاعب برضه من الدوري الإنجليزي وهو جابريال، مدافع أرسنال. جابريال مدافع أرسنال هيلاعب برونو فرنانديز. أعتقد المواجهة هتبقى صعبة جدا، اللعيبة بيلعبوا في نفس الدوري في فرقتين كبار. اللاعب اللي بعد كده الفاريز، لاعب اتلتيكو مدريد. الفاريز نشوف هيلاعب مين. المواجهة الثالثة هنشوف الفارو الفاريز هيلاعب برضه مواجهة من نفس الدوري الأسباني، هيلاعب إمبابي. بقى الفاريز كده هيلاعب إمبابي. طيب كده ده المواجهة الثالثة. نشوف بقى مع بعض المواجهة الرابعة ومين هيواجه مين. إيكيتيكي، مهاجم ليفربول إيكيتيكي. طيب نشوف إيكيتيكي هيلاعب مين. دي كده آخر مواجهة في ناحية الشمال دي، عشان نشوف بعد كده ايه ناحية اليمين مين هيواجه مين. صعبة دي يا جماعة، صعبة دي جدا. سوبوسلاي. تيك هيواجه سوبوسلاي، اتنين من نفس الفريق. يمكن هما يعني كنت بقول دايما ان هما من افضل اللعيبة في ليفربول. فاكيتيك هيلاعب سوبوسلاي، وكده ناحية الشمال خلاص كده عرفنا المواجهات الاربع مواجهات. مواجهات صعبة جدا بصراحة. الله يكون في عوني بقى على الاختيارات، فلو اخترت حاجة يعني مش متفق معايا فيها فسامحني. واول مواجهه في ناحيه الشمال مودريتش، طبعا مقدم موسم يعني ولا اروع مع اي سي ميلان بصراحه. فناحيه آه اليمين كده مودريتش في اول مواجهه في ناحيه اليمين. نشوف هيواجه مين. يا ترى هيواجه مين. هيواجه لامين يامال. مواجهه صعبه برضه دي، قويه برضه. مواجهه قويه هتبقى قويه، اختياراتها هتبقى صعبه. طيب المواجهه الثانيه في ناحيه اليمين دوناروما. دوناروما حارس مانشستر سيتي. طيب كده أول حارس معانا في الدور ال16. دوناروما هيواجه مين؟ يا رب ما يكونش اللي في دماغي وما يجيش الاختيار ده. وهالاند. بقول لك يعني كده في المواجهتين الاثنين لعيبه بيبقى من نفس الفريق وبيواجهوا بعض. هالاند بيواجه دوناروما. برضه يعني صعبه، يعني الاثنين بصراحه من نجوم مانشستر سيتي الموسم ده، واحد بالاهداف وواحد بالتصديات الخرافية. طيب بعد كده لوتارو مارتينيز. لوتارو مارتينيز هنشوف لوتارو هيلاعب مين في المواجهة الثالثة في ناحية اليمين. لوتارو هيلاعب ريان شاركي، لاعب مانشستر سيتي. برضه مواجهة قوية. ريان شارك واحد من أفضل اللعيبة في الموسم ده. آخر مواجهة في دور ال16 هتبقى كورتوا. كورتوا حارس ريال مدريد هيواجه رافينيا ولاعب برشلونة. يبقى رافينيا هيلاعب كورتوا، واحد من برشلونه وواحد من ريال مدريد، وكلاسيكو برشلونه وريال مدريد. طيب بص، انا في دور ال 16 هختار على طول من غير ما اقول لك وجهه نظري او اقول لك ليه اخترت اللاعب ده على حساب ده.
عشان برضه زي ما قُلت لك ما آخُدش من وقتك كتير والحلقة ما تبقاش طويلة، فهاختار على طول الاختيار بتاعي ممكن بقى في دور ال8 أقول لك بعد كده ليه باختار اللاعب ده على حساب ده. طيب نبدأ بأول مواجهة، وأول مواجهة معانا وهي فيتينيا وهاري كين. وأنا بصراحة أختار هنا هاري كين. هاري كين يكسب على فيتينيا من وجهة نظري، وكده هاري كين يكمّل معانا وهنشوف هاري كين هيلاعب مين. المواجهة التانية وهي برونو فرنانديز وجابريال. برونو فرنانديز وجابريال، الاتنين زي ما قُلت لك من الدوري الإنجليزي، لكن أنا بصراحة هاختار جابريال. طبعًا أنا عارف إن جمهور مانشستر يونايتد دلوقتي يعني هيشتمني في الكومنتات وهيقول لي إزاي وأنا عارف، لكن هو في الآخر لازمًا أختار لاعب واحد. المواجهة التالتة ما بين الفاريز ومبابي، أعتقد محسومة بشكل كبير، وإن كان الفاريز كويس ولكن أنا هاختار أكيد إمبابي. طيب كده إحنا عرفنا كده أول مواجهة هاري كين وجابريال إمبابي هنشوف هيلاعب مين. المواجهة اللي بعد كده المواجهة الرابعة إيكيتيكي وسوبوسلاي. بصراحة يمكن من أقوى المواجهات في دور ال16، لكن لو هتسألني أختار مين، هاختار سوبوسلاي. ممكن حد يتفاجئ من الاختيار ده، لكن هاختار سوبوسلاي على حساب إيكيتيكي. سوبوسلاي بالنسبة لي يعني حاجة تانية بصراحة الموسم ده. طيب كده إحنا خلّصنا الاختيارات في ناحية الشمال. الناحية التانية أول مواجهة ما بين مودريتش ولامين يامال. أنا آسف لمودريتش، ولكن أنا هاختار لامين يامال. كده لامين يامال يصعد معانا لدور ال8. المواجهة اللي بعد كده زي ما قُلت لك صعبة، 2 من نفس الفريق دوناروما وهالاند. دوناروما وهالاند أنا بصراحة هاختار هالاند. كده لامين يامال هيلاعب هالاند. طيب المواجهة اللي بعد كده هي لوتارو مارتينيز وريان شرقي. هنا بقى هاختار ريان شرقي. طبعًا لوتارو مقدّم موسم مع إنتر كويس، ولكن أنا باختار ريان شرقي. المواجهة بعد كده المواجهة الأخيرة في دور ال16 كورتوا ورافينيا. بصراحة برضه مواجهة صعبة جدًا. كورتوا يعني مقدّم أداء كويس مع ريال مدريد وحارس ممتاز، ورافينيا طبعًا يعني واحد من أهم اللعيبة في فريق برشلونة. ولكن لو هتقول لي تختار مين ما بين كورتوا ورافينيا، فأنا هاختار رافينيا. وأنا آسف لجمهور ريال مدريد، فسامحوني على اختياراتي. طيب يبقى كده معانا في دور ال8 أول مواجهة ما بين هاري كين وجابريال. وهنا بقى ممكن نتكلم شوية عن كل لاعب وعن الاختيارات وليه هاختار ده على حساب ده. ف اختيارات صعبة جدًا بصراحة، ودور ال8 هيبقى يعني قوي جدًا. هاري كين طبعًا يعني يمكن في ناس مش متابعة أوي طبعًا الدوري الألماني، لكن أنا عايز أقول لك إن لحد اللحظة اللي أنا باسجل فيها الحلقة، هاري كين مسجل 26 هدف في 22 مباراة فقط في الدوري بس الألماني، في الدوري فقط من غير دوري الأبطال. فالحقيقة هاري كين مقدّم موسم يعني من أفضل مواسمه تهديفيًا ومن أفضل مواسمه مع بايرن. فيمكن مشكلة بس هاري كين إن هو زي ما قُلت لك بيلعب في دوري مش متشاف بشكل كبير، مش متسلّط عليه الضوء زي الدوري الإنجليزي، فالمواجهة صعبة. لإن برضه تعالَ نتكلم على جابريال الموسم ده مع أرسنال، واحد من أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن هو أفضلهم. أعتقد هو يعني مهم جدًا، جدًا في خط دفاع أرسنال. ويمكن شُفنا لمّا غاب فترة كده عن أرسنال، فعرفنا قد إيه اللاعب ده مهم جدًا، ويمكن أهم لاعب في المنظومة الدفاعية لأرسنال. غير كمان إن هو بيسجّل أهداف، بيقدر إن هو يتقدّم بشكل كبير في الكرات الركنية والكرات الثابتة ويسجّل أهداف. فيعني واحد من نجوم أرسنال. فبصراحة الاختيار صعب، وأنا مش عارف أنت لو مكاني تختار مين. يعني أنت لو مكاني الاختيار ده قُل لي كده في الكومنتات تختار مين، هاري كين والّا جابريال؟ لكن لو أختار ما بين هاري كين وجابريال، فأنا هاختار هاري كين. وسامحوني يا جماعة جمهور أرسنال يسامحني، لكن هاري كين بصراحة يا جماعة يعني مقدّم موسم خرافي بصراحة مع بايرن ميونخ، تهديفات وتهديف وكل حاجة يعني. فأنا هاختار هاري كين. المواجهة بعد كده طبعًا مواجهة برضه صعبة جدًا، إمبابي وسوبوسلاي. برضه صعبة جدًا يا جماعة بصراحة. إمبابي واحد من أكتر اللعيبة البارزة الموسم ده مع ريال مدريد وفي أوروبا بشكل عام. لاعب بيسجّل أهداف
وأنا ضد الناس اللي هي بتقول لك إن هو أغلب أهدافه ضربات جزاء وكلام من ده، لأ، امبابي بصراحة مقدّم موسم يمكن من أهم اللعيبة في ريال مدريد. في الجانب التاني فعندك سوبوسلاي، واحد زي ما قُلت لك هو أفضل لاعب بالنسبة لي في ليفربول، ومن أفضل اللعيبة في الدوري الإنجليزي، ولاعب أداؤه ثابت، يعني من بداية الموسم لحد دلوقتي هتلاقي لو في 2 لعيبة أدائهم ثابت في ليفربول، هتلاقي سوبوسلاي وإيكيتيكي، الاتنين شايلين ليفربول بشكل كبير، على مستوى التهديف والصناعة وكل الكلام ده. فبصراحة المواجهة صعبة ما بين إمبابي وسوبوسلاي، لكن لو هاختار ما بين إمبابي وسوبوسلاي فأنا هاختار إمبابي. طيب في الناحية التانية بقى المواجهة القوية برضه لامين يامال وهالاند، مواجهة صعبة جدًا. لامين يامال واحد برضه من أهم النجوم في برشلونة، لامين يامال مش محتاج أتكلم عنه، مش محتاج أتكلم عن مهارته وعن لمسته وعن قد إيه هو لعيب ممتع، ومن أهم اللعيبة لمّا بتبقى fit وبيلعب بأداء كويس، الأداء المعتاد بتاعه بيفرق جدًا مع فريق برشلونة وبيعمل خطورة بشكل كبير وبيبقى صعب جدًا على أي دفاع أيًا كان الفريق. ف ف ف فلامين يامال بصراحة قوي جدًا يعني الموسم ده، وفي المقابل هالاند برضه يعني مرعب، من أفضل اللعيبة الموسم ده تهديفيًا وماشي بشكل كويس جدًا. فالمواجهة صعبة، مواجهة صعبة ما بين لامين يامال وهالاند، لكن لو هاختار ما بين لامين يامال لو هاختار ما بين لامين يامال وهالاند، فهاختار هالاند. طيب آخر بقى اختيار في دور ال8 ريان شرقي ورافينيا، برضه اختيار صعب جدًا، يعني يمكن دور ال8 صعب جدًا. بُص أنت بتتكلم ريان شرقي واحد من أكتر اللعيبة الممتعة بالنسبة لي في مانشستر سيتي، لعيب تحب إن الكرة تبقى موجودة في رجله، لعيب ممتع جدًا ومهاري بشكل كبير جدًا، وكمان بيسجل أهداف وبيساهم بأهداف بشكل كبير وأسيستات مع مانشستر سيتي، فماشي بشكل كويس ومن أفضل اللعيبة في مانشستر سيتي وفي الدوري الإنجليزي. في نفس الوقت رافينيا ده يعني مش محتاج أتكلم، يعني رافينيا ده بقى أصلًا بيتقارن بنيمار، وبقى في ناس بتحطه في مقارنة مع نيمار، وهل نيمار أفضل والّا رافينيا في الدوري الأسباني ومع منتخب البرازيل. غير كمان إن أنا دايمًا لمّا بابُص لرافينيا أنا بابُص كمان هو جاي منين، يعني أنا بابُص لرافينيا لمّا كان بيلعب في ليدز، لاعب ما كانش في أي حد يعرفه تقريبًا، لاعب أداؤه ما كانش أفضل حاجة، ما كانش ممتع أوي أو ما كانش اللعيب اللي بيقدّم أداء عالي في الدوري الإنجليزي، فهو جاي أنا باشوف إن هو جاي منين، فلمّا باشوف هو جاي منين، يعني بصراحة باحترم رافينيا بشكل كبير، باشوف إن أداؤه يعني ممتاز بصراحة، لاعب عمل طفرة في أدائه وفي مستواه، فمن اللاعيبة المفضلة بالنسبة لي كcareer، لإن زي ما قُلت لك هو جاي من يعني من فريق قبل ما يروح برشلونة، فريق مش أقوى حاجة وما كانش ظاهر بشكل قوي، وما كانش حد أعتقد في جمهور برشلونة برضه، أنتم قولوا لي برضه في الكومنتات، أعتقد إن ما كانش في حد يعني حاطط آمال كبيرة أوي على رافينيا إن هو هيبقى من أهم النجوم في برشلونة ويبقى شايل فريق بحجم برشلونة، فريق قوي جدًا طبعًا يعني، فمسؤولية كبيرة. لكن في الآخر أنا لازم أختار لاعب ما بينهم، فلو هتخيّرني ما بين ريان شرقي ورافينيا على الموسم الحالي، أنا هاختار رافينيا. أنا آسف يا شرقي، أنا باحبك جدًا والله وباحب أدائك، لكن رافينيا بالنسبة لي في حتّة تانية. دور ال4 بقى يعني بقى حاجة قوية جدًا، دور ال4 كده هيبقى أول مواجهة هاري كين ومبابي، والمواجهة التانية هالاند ورافينيا، وقولوا لي إيه رأيكم في دور ال4، هل دول فعلًا أفضل 4 لعيبة بالنسبة لمستواهم الحالي في الموسم ده لحد دلوقتي، والّا اختياراتي غلط اختياراتي في شِنك؟ أنتم برضه عرفوني كده. طيب أول مواجهة هاري كين وإمبابي، لو بصيت على الأهداف فالاتنين عندهم نسبة تهديف عالية جدًا، سواء هاري كين أو إمبابي، واحد مع البايرن وواحد مع ريال، فالاتنين على مستوى الدوري أهداف كتير جدًا، على مستوى دوري الأبطال فارقين جدًا. هاري كين واحد من أهم اللعيبة في البايرن وفي خط هجوم بايرن ميونخ، ويعني من أهم اللعيبة اللي ممكن هو أهم لاعب في خط الهجوم. وفي الناحية التانية إمبابي برضه واحد من أهم النجوم، وواحد تهديفيًا أرقامه برضه مرعبة. فأنت لو بتتكلم كتهديف فالاتنين أنا شايف إن هم قريبين من بعض، ما فيش فروقات كبيرة أوي في التهديف.
ولكن بقى ممكن ناخدها من حتة المهارة وحتة التأثير، ممكن التأثير برضه يكونوا متساويين فيه، لكن لو هتتكلم كمهارة وتحب تشوف مين أكتر في الملعب، ممكن هنا بصراحة ومحدش يزعل مني يعني، أنا باشوف إمبابي يتفوق على هاري كين في النقطة دي، في نقطة المهارة ونقطة اللي هو اللعيب الحريف أكتر. أعتقد إن إمبابي لعيب حريف أكتر. اللي بيميز هاري كين إن هو لعيب جوه ال 18 ولاعيب هداف يمكن وفينيشر ممكن يبقى أعلى شوية من إمبابي، لأن هو مسجل أهداف كتير جدا هاري كين حتى في الدوري الإنجليزي قبل ما يروح البايرن. لكن إمبابي في حتة المهارة بصراحة والدريبلينج والترقيص والكلام ده كله، فهو يتفوق على هاري كين. فهتلاقي فيه مميزات لهاري كين بشكل كبير، وامبابي برضه ليه مميزات كتيره جدا. لكن لازم زي ما قلت لك ان انا اختار ما بين الاثنين لعيبه، لازم اختار لاعب. وبصراحه لو هختار ما بين هاري كين وامبابي فانا هختار امبابي. وان كنت شايف ان الاثنين دول يعني يمكن من افضل اللعيبه، هم يمكن عشان الاثنين جم في سكه واحده، فكان ممكن الاثنين يبقوا بيلعبوا النهائي قدام بعض ونشوف النهائي ما بين امبابي وهاري كين، لكن الاثنين عشان جم في طريق واحد فالموضوع بقى صعب كده. امبابي يعني يصعد معانا للنهائي، وهنشوف بقى هيلاعب هالاند ولا رافينيا المباراه الاخيره قبل النهائي، هالاند ولا رافينيا. برضو الموضوع صعب جدا. زي ما قلت لك هالاند ارقام تهديفيه ممكن تبقى يعني اعلى من رافينيا الموسم ده. هالاند ممكن يبقى مؤثر اكتر عن رافينيا، يمكن رافينيا عشان غاب اكتر من مباراه وغاب بسبب الاصابات. هالاند بيلعب باستمرار ما شاء الله، يعني تقريبا ما بيتصابش غير لو بيقعد بس عشان جوارديولا يريحه مثلا وينزل مرموش. فتهديفيا وتاثيرا ممكن يبقى هالاند متفوق على رافينيا. فلو هختار ما بين هالاند ورافينيا فسامحوني يا جمهور برشلونه، فانا هختار هالاند. طيب كده النهائي ما بين امبابي وهالاند. لكن قبل ما نلعب بقى النهائي نلعب مباراة الثالث والرابع. والثالث والرابع كده هتبقى ما بين هاري كين ورافينيا، مين فيهم افضل ومين فيهم يجي في المركز الثالث عشان نرتب اللعيبه تبقى توب 3، يبقى اول وثاني وثالث، يبقى افضل ثلاث لعيبه على مستوى العالم في الموسم الحالي. فالاختيار ما بين هاري كين ورافينيا اعتقد انتوا عارفين كده انا هختار مين بشكل كبير. فبرضه جمهور برشلونه، انا مش عارف انا جاي النهارده على جمهور برشلونه فسامحوني، الحلقه دي جايه على جمهور برشلونه بشكل كبير. لكن انا هختار هاري كين. لو خيرنا ما بين هاري كين ورافينيا فبصراحه انا هختار هاري كين. فكده يبقى هاري كين في المركز الثالث، وهنشوف بقى مين هيبقى في المركز الثاني ومين المركز الاول. طيب عندنا امبابي وعندنا هالاند. الاول عايز اعرف رايك وقول لي في الكومنتات، هل انت شايف هما الاثنين هما الافضل حاليا في الموسم لحد الان، لحد شهر فبراير، من بدايه الموسم لحد شهر فبراير هما الافضل امبابي وهالاند ولا لا؟ ولا كان في حد ممكن يدخل على حساب هالاند او امبابي وممكن يبقى يعني هو الافضل؟ فبرضه عرفوني رايكم. هل هما الاثنين هما الافضل ولا لا؟ طيب امبابي ولا هالاند؟ بجد صعبه جدا يا جماعه. لو جيت بصيت لي برضه زي ما قلت لك للاهداف، فاعتقد ان الاثنين يعني متساويين. هالاند يعني ارقام مرعبه في الدوري الانجليزي وفي دوري ابطال اوروبا، بيسجل عدد اهداف كتير جدا الموسم ده. كذلك نفس الامر بالنسبه لمبابي، واحد برضه من اكثر اللعيبه تسجيلا للاهداف في الموسم الحالي، والاثنين يمكن بينافسوا على كره او على جائزه الحذاء الذهبي مع هاري كين. اعتقد هم الثلاثه يعني في الترتيب اللي هو مبابي وهالاند وهاري كين، هم الثلاثه اللي يمكن اصحاب اعلى تهديف في الموسم. طيب امبابي ولا هالاند؟ مانشستر سيتي ولا ريال مدريد؟ لكن طبعا انا مش هختار بناء على النادي، انا بختار بناء على تاثير اللاعب وعلى الاهداف وعلى مين الافضل فيهم والاكثر تاثيرا مع ناديه، هالاند ولا امبابي. لكن آه لو اختار ما بين هالاند وامبابي وواحد فيهم هيكسب وهيبقى هو افضل لاعب في الموسم الحالي لحد الان، فانا بصراحه هختار امبابي. امبابي هو اللي يكسب على حساب هالاند.
وبكده يبقى إمبابي في المركز الأول وهو اللي يكسب الحلقة، ويبقى بالنسبة لي إمبابي هو أفضل لاعب في الموسم الحالي حتى الآن من بداية الموسم لحد شهر فبراير، ويجي في المركز الثاني بعده هالاند، وفي المركز الثالث هاري كين. طيب قُل لي في الكومنتات لو الترتيب ده منطقي بالنسبة لك والّا لأ؟ امبابي، هالاند، هاري كين، ترتيب منطقي والّا لأ بالنسبة لك؟ وهُم ال3 هُم الأفضل في العالم لحد دلوقتي والّا لأ؟ أفضل لاعب في العالم لحد دلوقتي هُم ال3 دول والّا لأ؟ توب 3. وقُل لي برضه رأيك في الحلقة، وإن شاء الله أشوفكم يعني في حلقات جاية كتير بإذن الله إن شاء الله زي ما قُلت لك إن شاء الله يبقى في حلقة يوم الاثنين وحلقة يوم الخميس، ولحد هنا السلام عليكم.